مثال حي لتطبيق المودة. فحين يقول الإمام: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري فيسرني ذلك، ويدخل علي السرور، وقيل هذا أدب جعفر. الإمام يتحدث عن أمر عملي في تطبيق المودة. فإذا كنت شخص ورع صادق أمين صاحب أخلاق، فإنك بذلك تطبق المودة بشكل عملي، وتعود الفائدة على الفرد والمجتمع، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالأئمة من بعده. ولكن لو نظرنا إلى هذه الصفات لوجدناها كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث بالرسالة. فإذا كنت تحمل هذه الصفات فسوف تكون حينئذ نموذجا حيا يتشرف بك الرسول والأئمة عليهم السلام. ولكن لو كان العكس، لا يوجد ورع، لا أجتنب الشبهات ودائما الكذب على الناس وأخون الأمانة ولا أتصف بالأخلاق الحميدة، فبذلك أخرج